السلام عليكم خوتنا الجزائريين. في البداية، ألف 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 مبروك تأهل المنتخب الجزائري لدور الربع النهائي لملاقاة منتخب نيجيريا. مباراة يوم أمس، كما شفنا شهدت ضغط نفسي كبير على المنتخب، على الشعب الجزائري اللي شاهد المقابلة. يعني كانت 50 لنا 50 لهم. بصراحة منتخب الكونغو الديمقراطية قدم مباراة العمر أمام منتخب قوي جدا اسمه منتخب الخضر، والحمد لله وفقنا ربي بالفوز في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني، بعد تمريرة سحرية من الخزانة اللي يسميوها خزانة مسكين رامز الزروقي. وسمحنا حبيبنا، سمحنا الزروقي، رانا حنا كيما القطيع نسمعو شي يقولولنا برك. قالوا لك خزانة ولينا نسميوك خزانة وانت ماكش خزانة، انت راجل وسيد الرجال. تمريرة رائعة من المايسترو زروقي نحو الأسطورة الجديدة لمنتخب محاربي الصحراء عادل بولبينا، واللي كالعادة وجه قذيفة لا تصد ولا ترد إلى حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية. ألف ألف مبروك والحمد لله. شكرا لكل اللاعبين، ولو أنه معظمهم ما كانوش في المستوى. آه، بالنسبة للقطة محمد الأمين عمورة خاوتي، سمحوا لي الجزائريين لازم نحكي الصراحة برك. أنا ما عجبتنيش خلاص اللقطة اللي قام بها المدعو محمد الأمين قعمورة هذا أمام المشجع الكونغولي المدعو كوكا. المهم عمورة شفناه راح استفز تمثال كونغولي، وهذا الإنسان اللي واقف طيلة 120 دقيقة باحتساب الوقت، وقت الراحة في الشوط ما بين الشوطين الأول والثاني، يعني ساعتين وربع ساعة. يا خويا عمورة، ما نكذبوش كل نشتيوك، بصح اللقطة اللي درتها ماهيش أخلاقية. الإنسان هذا راهو يمثل في بلاده، وبلاده عندها قصة طويلة في مكافحة الغزو البلجيكي للكونغو منذ سنوات وسنوات طويلة جدا. والكونغو هذه كانت أول دولة في إفريقيا تساند تدعم استقلال الجزائر، وكانوا جميع المناضلين الكونغوليين قلبا وقالبا مع الثورة الجزائرية. والإنسان هذا اللي واقف راهو يوجه رسالة إلى شعوب العالم بالوقفة نتاعو. يعني ما عندها سر الوقفة هذه تاع شغل بغى يرسل رسالة لمناضل كونغولي توفى سنة 1961. والمناضل هذا كان من أشد الداعمين لثورة التحرير الوطني الجزائرية. من هذا المنبر متواضع نوجه اعتذار باسمي وباسم الشعب الجزائري للكونغو والسيد هذا اللي كان واقف، ونقول لهم سمحونا ويعطيكم الصح، لعبتوا مقابلة شابة مع منتخب بلادنا. والآن نروحوا بسرعة شديدة نعطيو تقييم اللاعبين. الحارس زيدان 10/10، بن سبعيني 10/10، موندي 10/10، ايت نوري 10/10، اسمه الآخر بالغالي 10/10، بن ناصر برافو 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 وربي يشفيك ويعافيك 10/10. اسمه شايبي 5/10، محرز 4/10، مازا 2/10، عمورة 0/10. البدلاء عندنا سيمي رومورك، سموه هذا الجديد اللي نفخوه هذا سموه
راح لي الفرطاس هذا، وش اسمه يا ربي يا ولدي، انا راني دوك نسجله. أنا حشمت نسيت حتى اسمه. اسمه هذا الواحد اللي جابوه من بلجيكا ولا. عبد الله، هي عبد الله. اسمح لي يا حبيبي، راك سيمي رومورك صح صح. والله يعني تفاجأت فيك انا شخصيا. ما لعبتش مقابلة مليحة خلاص. عمورة زيرو من الاخر، خارج الاطار. 6 مقابلات في كأس افريقيا، 0 هدف. 3 مع بالماضي، و3 لحد الآن مقابلات مع بيتكوفيتش، 0 هدف. زروقي اسمح لنا حبيبي. ناف بورديس. بولبينا. ميل بورديس. يعطيك الصح ولد بلادي. بولبينا الراجل فحل الطيب. بالعيد ويد بورديس. بونجاح خارج الإطار كالعادة، يعني بونجاح. اسمح لي حبيبي نشتيوك وكلش، بصح لاعب شغل نلعبوه ب10. ما مش حنقيمك أصلا. الآن نرجع للمحتوى الرئيسي للفيديو. لقجع يقوم بشراء حكم مباراة الجزائر نيجيريا، والذي يدعى عمر عبد القادر. راه كان صح أنا نسمو، راهي توردنا درك أخبار باللي كاين اتفاق، وخاصة الأخبار اللي طلعوا في وسائل الإعلام. لكن هذا الأخبار هذه تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. يعني الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ماهيش راكدة في قشها كما نقولوا. يعني كاين كاين واحد السياسات هكا مطبقة. والمهم دوك نشوفوا حنا واش حيصرى داخل المباراة. هما من يقولوا جماعة قالك بعث له السكرتيرة تاعو فوزي لقجع وين محل إقامة هذا الحاكم الصومالي. قالك بعثوا له الكاش، ومهم طلعوا فيه. هم فاهمين. وحنا دوك نشوفوا ترى خلال المباراة. يعني المباراة حتكون صعبة بالفعل. منتخب نيجيريا بالفعل منتخب قوي، لكن بصح لازم له دزة باش يربح المنتخب الجزائري. الدزة هذه حتكون الحكم للأسف. ممكن الحكم بنسبة كبيرة راح يكون متحيز لنيجيريا ضد منتخب محاربي الصحراء. حنا نشوفوا الماتش ونحكموا خوتي الجزائريين. ولقجة علاه خايف الجزائر تنتصر على نيجيريا. المنتخب الجزائري إذا فاز وأكرمنا الله عز وجل وجبنا الكحلوشة من مروك، حتكون مشكلة سياسية كبيرة تفط في السطح في السياسة المغربية. مشكلة كبيرة جدا. يعني المغاربة، الخوت المغاربة كل حال نحبهم، يحب الشعب. نحكي على الشعب المغربي الحبيب الغالي طيب. مستحيل يسمح يشوف الجزائر تهز كاس افريقيا من بلاده. يعني حتكون فاجعة كبيرة لكل المملكة المغربية إذا فازت الجزائر بهذه الكاس، بسبب لأسباب تعرفوها. أخلا ما كان لا نحكيوها. أسباب هكاك تعرفوا، الخزنية والعياشة يشتوا بلا 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 بلا. فهمتوا؟ يعني كنا نفوزوا بكاس افريقيا من المغرب كشغل واحد دخلك ما نكملش الهضره، دخلك لدارك. المهم هذه هي. يعني حتكون مشكله كبيره في البلاد هذيك. المهم المخزن راهو يسابق الزمن باش يحاول يفوز على الكاميرون. وانا نشوفها من وجهة نظري 50% الكاميرون 50% المغرب. مباراة الكاميرون والمغرب مباراة صعيبة جدا، ومش حيقدروا يحيلوا عليهم، لأنه الفاسد صمويل إيتو موجود لمشاهدة المباراة. وانتم تعرفوا شكون هو صمويل إيتو، صاحب نظرية قسامة. بكري قسامة تعرفوا كيف ربحونا في البلاد. يعني
بلا ما نزيد نشرح لكم. المهم إيتو كيكون حاضر في المباراة، ما يقدرش الحاكم المصري أمين عمر، ويعني الصراحة الحكم المصري اللي حيدير مباراة كاميرون والمغرب، الحكم المصري أمين عمر قمة، إنسان قمة، حكم عادل، ما عندوش سوابق، يعني حنشوفوا مقابلة نظيفة 100%. وأنا نشوف فيها 50% الكاميرون، 50% المغرب. وفي النهاية خاوتي، الجزائر تواجه نيجيريا، مباراة صعبة جدا. والأقجع كما راه سمعنا تدخل في مشكلة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، وحل المشكلة على جال برك باش ما يرجعش النادي تاعو في تركيا ويبقى لمواجهة الجزائر. يعني مهاجم فيكتور أوسيمين وحده راهو كما نقولوا جبهة وحده، مهاجم فتاك أمام المرمى الصراحة. يعني زين الدين زيدان ابن زين الدين زيدان الحارس لوكا زيدان حيكون أمام اختبار حقيقي وصعب جدا أمام المهاجم النيجيري. احنا نتمنوها إن شاء الله 2-0 ولا 2 ولا 1-0 للجزائر. تحيا بلادنا، وتحيا الجزائر، وتحيا الشعب، وتحيا جنود الجيش الوطني الشعبي. إلى اللقاء في الفيديو القادم. ما تنساوش ديرونا لايك واشتراك في القناة. باي باي باي.